فليقولوا عن حجابك لا وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجابك أنه يفني شبابك وليضاعف. إذن فالتشريع الإسلامي حينما قال للمرأة احتجبي، قري في بيتك، ما تعرضيش مبازلك، بيعمل إيه؟ أولا تكريم للمرأة ومنع للعملية النزوعية التي تنشأ عن الوجدان الذي ينشأ عن الإدراك. فمن أول ما أدركتش ما يحصلش عندي حاجة، لكن إذا أدركت وجدت، وإذا وجدت حاولت أن أنزعها. يبقى التشريع جاء في هذه المسألة وحدها وقال للإنسان أنا يا إنسان سأمنعك وأرحمك وأطلب منك أن تغض طرفك، وأطلب من المرأة أن لا تبدي زينتها إلا لمحارمها. فإذا ما حدث ذلك يبقى المجتمع امتنع عن الإدراك، فامتنع نتيجة لذلك عن الوجدان، فامتنع نتيجة لذلك عن النزوع. وفي ذلك أيضا تكريم للمرأة وتأمين. كلمة التأمين دي اللي بنسمعها يعني بنقول إيه؟ يقول لك احنا بنأمن يعني إيه؟ في عرف البشر التأمين هو أخذ من القادر لنعطيه له يوم أن يكون عاجز. هذا التأمين. نقول له كذلك الحجاب، كذلك غض البصر، ده تأمين. تأمين للمرأة وتأمين للرجل. ليه؟ قال لك لأن عمر المرأة في الجمال محدود، والمرأة دائما لمهماتها تشيخ قبل الرجل. فهب أن رجلا متزوجا من واحدة وعاش معها فترة من الزمن إلى أن زبل جمالها وانتهت نضارتها، وبعد ذلك أدخلها نظام الحمل ونظام الإرضاع ونظام العمل إلى أن أصبحت غير مغرية ولا مستجيبة ولا جذابة. لو أن زوجها لا يرى إلا هي كانت تظل في نظره كل يوم ما تتغيرش عن يوم. يعني التغير يسرق من الرجل، ومعنى يسرق من الرجل يعني ان التغير يجي مش فجأة، يجي بإيه؟ بتسلل. ازاي يعني؟ قال لك لأنك إن نظرت إلى ابنك ساعة ولد وظللت ناظرا له دائما لا يكبر في نظرك أبدا. ليه؟ لأن الكبر ليس معناه أن جزءا من القدر يأتي في قدر من الزمن في نهايته، لا، ده النمو جزء شائع في كل الزمن. يعني إن كان هيكبر كل يوم ملي، مش معنى ذلك إنه يجي في آخر النهار ويزيد الملي، لا، ده الملي ده شائع في كل الزمن، في ثنايا الزمن بينمو نمو غير مدرك لأن ما عنديش أجهزة تضبطه. لكن إذا غبت عنه شهرين ولا ثلاثة تجمع النمو المستطرق في كل الزمن في لحظة من اللحظات، أقوم أعرف إنه كده. لكن إذا فضلت باصص له كده، إذا زرعت زرع وظللت ناظرا لها من ساعة بذرته يخيل لك إنها ما كبرتش. ليه؟ لأن النمو سيسيح في جزئيات الزمن وما عندكش المعايير اللي تضبط بها. فكذلك الرجل الذي دخل على امرأته وهي في لباس عرسها وجميلة وبعدين يبص لها، إذا أصبح ما تبقاش تغيرت عن امبارح وبكرة ما تبقاش تغيرت عن النهاردة، لأن التغيير بيجي إيه؟ بيجي اختلاسي. فإذا لم يرى غير امرأته ظن ان الدنيا كلها كده وهي ما فيش غير كده. لكن اذا خرج الى الشارع فوجد امرأة او فتاة سافرة في ميعط صباها وفي شبابها وسافرة ومتهتكة وعاملة البدع في نفسها، ماذا يكون موقف الرجل؟ انه سيبتدئ في دور المقارنة، واذا ابتدأ في دور المقارنة الصورتين جم، وجد فتاة لسه في اختبال عمرها وواحدة في إدبار عمرها، لا شك ان مقاييسه ستختل. يوجد فساد البيوت كلها من هذه المسألة، وحين وتخلع على الأسباب أسباب أخرى.
ده مش مدبره، ده بتعمل، ده بتسمع. هي مش كده، هي المساله مش كده. هي زي ما بنقول في الفلاحين عندنا دي تأفيفات، لانه شاف حاجه خيلها بره وبعد ذلك جه لقى واحده غلبانه عماله رضعت وحبلت ورضعت وتعبت وبقت في اخر حياتها. كذلك ابناؤها اللي لسه لم يستوفوا حظهم من الحياه والاعداد لها، لسه شاب في السنه، حياته لسه ما استقرتش عشان يتجوز، وبعد ذلك يلهب، يبقى عنده مراهقه وعنده سياط تجلد غريزته في الشارع. فيبقى الفساد يجي من ناحيه الاب ويجي من ناحيه الابناء، ويكون في ذلك نكد على من؟ على ست البيت. وبعد ذلك لا يدرك الناس لذلك اسباب، ويعالجون في اسباب غير طائل، مش هي الاسباب دي. فاذا التشريع حينما تدخل منع هذه العمليه، وقال للمرأة: انا ان منعتك من السفور ومن التهتك في ايام روعه جمالك فانا اريد ان احميك حين يزول هذا الجمال، احميك من سواك، حتى لا يكون عند رجلك مرئي بعينه الا انت، فان راى سواك مما هن اجمل منك تاتي والحياه تتعكر وصفوها ينتهي، وكل فساد الدنيا من هذه المساله. وبعد ذلك نقول لهم: التشريع حينما طلب من المرأة أن تقر في بيتها، وإن خرجت تخرج غير متهتكة ولا متبرجة، إذا ما خلع على المسألة الحضارية نقول لهم: أنتم كذابين، يقول ده عايزين يقعدونا ما نتعلمش. نقول لهم: والله لو اقتصرت المسألة على خروجكن حتى إلى المدارس باحتشامكن لما كان هناك شيء، إنما قولوا لنا ما العلاقة بين تعليمكم وبين صدركم الواسع، بين جهودكم الفاضحة الواضحة؟ ما العلاقة بين التعليم وبين أن الفخذ يبان؟ ما العلاقة بين هذا وبين أن تكون الفساتين كالبوية ملصقة لتدل على مفاتن المرأة؟ إذن فالمسألة أنتم أخذتم ضرورة وأدخلتم فيها غير ضرورات، وبذلك حققتم لمريد الفتنة بالأسرة المسلمة ما يريدون، وأسأل الله أن يعفينا من ذلك إن شاء الله. وإلى لقاء آخر.